مهما اللي كان اللي بينا، بس في الاخر انا عارف انك انت راجل بتفهم في الاصول وابن بلد. يرضيك اللي حصل من ابنك ده؟ ولو كان حصل فعلا لا ما يرضنيش يا بغدادي. نقولنا بنتك زي بنتي، واللي مرضاهوش على بنتي مرضاهوش على بنات الناس. بس انا اللي اعرفه ان هو عايزها في الحلال، ده اللي انا اعرفه، عكس اللي انت بتقوله يا بغدادي. الله 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 الله، رسمية. انت عارفه الموضوع كله بقى، وطالما عاوزها في الحلال ما يجيش ليه لغايه البيت ويخبط على الباب كده ويطلبها بالحلال؟ يخبط على الباب ازاي ويطلبها في الحلال وهو عارف ان انتوا الاتنين لا بتطيقوا بعض ولا بتقبلوا كلمه لبعض؟ السلام عليكم. تعالى هنا يا شوقي. ايه الكلام اللي بيقوله عمك بغدادي ده؟ انت قال هو ايه؟ هو قال لي ايه بالظبط يا يابا؟ انت هتستعبط لي؟ يابا انا ونونا بنحب بعض وعايزين نتجوز. ايه؟ استنى، اخرس هلا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ لا بتحبك ولا بتطيقك، انت اللي شغال على دماغها. لا يا عم بغدادي، هات نونا قدامنا هنا واسالها، لو قالت ما بحبوش ولا عايزاه مش هتشوف وشي في المنطقه بحالها. عاجبك الكلام اللي بيقوله ابنك ده دعكي؟ صراحة يا بغدادي يرضيني والكلام عاجبني. لو فعلا العيال بيحبوا بعض ما نجوزهمش لبعض ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتحلم يا جدع انت ولا ايه؟ بالهداوة يا ابو رشاد، خدني واحدة واحدة. لو في ايدينا نعمل حاجة للعيال تسعدهم وتفرحهم ما نعملهاش ليه؟ يا بغدادي احنا عجزنا والعظمة كبرت خلاص، مش هنقضي عمرنا كله في خناق ونقار ومشاكل. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلى العيال يحبوا بعض عشان الحب ده يوصل لقلوبنا احنا كمان وننسى كل اللي فات ونبدأ صفحة جديدة؟ بصراحة ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. بنتي جاي لها عريس، ومش أي عريس، عريس نقاش قد الدنيا شغال في الكويت وجايب لها شقة في فيصل، ما ينفعش أرفضه. قصدك ايه يعني يا عم بغدادي؟ انا اخويا يعني سيد الرجاله. اخرس يا هلا، اخرس. لما الكبار يتكلموا العيال يخرسوا خالص. ها بغدادي يا اخويا، طب ما بالهداوه كده، طب ما تقول لي ايه طلباتك واللي في مقدرتي هنفذهولك. مش هتقدر على طلباتي يا دعك. ليه بس؟ ما هي لو النيه تبقى صافيه بعون الله هنقدر. وبعدين احنا مش قليلين برضه يا بغدادي، الحمد لله كسيبه وهنسد. المسألة مش مسألة فلوس يا دعكي. الله، ما المسألة مسألة ايه بقى؟ إذا كان على الشقة ما تقلقش، إيه رأيك بقى؟ إن أنا هعلي وهعمل دور لكل عيل من العيال. دور ايه يا راجل انت اتجننت؟ بقول لك جالها نقاش شغال في الكويت وجاب لها شقة في فيصل، وبعدين بصراحة بقى أنا عايز أبعدها عن القار ده خالص. لا بس انت كده بتعقدها يا عم بغدادي. خلصت الكلام يا هلا. أنا مش ممكن أبدا أستغنى عن نقاش قد الدنيا وجوازها لزبال. قوم يا رشاد يلا بينا. يلا.